انا ما عنديش مانع ان الفريق ان النادي الاهلي يتهزم او يتعادل، ما عنديش مانع، انما اللي عندي مانع ان انا ما شفتش ولا جمله واحده من الفريق كده، ولا حتى اداء فردي ولا حتى اداء جماعي، سواء على الناحيه الدفاعيه سواء على الناحيه الهجوميه، حتى على خط الوسط اللي احنا بنلعب بثلاثه خط في خط النص، سواء كان مروان عطيه اليو ديانج، سواء كان حتى امام عاشور. ولكن كنا في خط الوسط بتاعنا يعني ما كناش حتى قادرين نمسك كوره على الصعيد الدفاع وحتى الصعيد الهجوم. ممكن كنت تلاقي ان احنا دوبت الكوره اللي ماسكينها في خط الدفاع اللي هم بين الاربع اللي ورا، ولكن حتى انت لما تيجي تحضر الكوره فانت عامل استريتش بارض الملعب، سواء كان من باك اليمين محمد هاني، حتى لو باك الشمال علي معلول، او حتى الاثنين ارتكاز اللي في النص ياسر بن ورامي ربيعه، كنت عامل استريتش كده. فانت طول عمرك عشان تبني هجمه من تحت لازم يكون عندك حاجه ان الفريق اللي بيبني الهجمه لازم يكون اكتر عدديه من الفريق اللي ضغط عليك، وبكده انما انت كده عمرك ما هتطلع بالكوره. وده اللي حصل واللي شفناه طول 90 دقيقه. انت لا عندك كتره عدديه في نص الملعب ولا عندك كتره عدديه حتى في الناحيه الدفاعيه، ولا حتى عندك كتره عدديه في الهجوم. يعني انت الهجوم كله معتمد على بيرسي تاو، اللي هو بيرسي تاو مثلا بينزل بنص الملعب بيستلم الكوره، ولكن لما تيجي تبص على بقيه اللعيبه فبقيه اللعيبه بره الحساب خالص، سواء مثلا حسين الشحات اللي ممكن يكون بيظهر على استحياء في الملعب، او حتى لما في بدايه الشوط الثاني لما نزل قفشه عشان يعمل زيادة عددية في وسط الملعب في الهجوم، برضه قفشه ما كانش اللي هو يعني، برضه قفشه ما كانش لا قد دفاعية ولا قد هجومية. ولكن الحقيقة اللي ممكن ابص عليها ان مثلا واحد زي امام عاشور لا نافع جرب ولا نافع جراب. ولكن الحقيقة اللي ممكن نلوم عليها واحد زي مارسيل كولر اللي ماتش ورا التاني بيثبت ان هو خلاص شطب كورة. فانت مش قادر تخلق المساحه ان مثلا يبقى في كتره عدديه سواء على خط الهجوم في وسط الملعب للهجوم للنادي الاهلي، او حتى ما تقدرش تخلق المساحه ان يخلوا واحد زي بيرسي تاو يبقى واحد على واحد مع الدفاع. واحد زي محمد هاني برضو اللي 90 دقيقه مش باقي لا دفاعيا ولا هجوميا. المفروض واحد زي محمد هاني ياخد الزياده العدديه، يطلع على خط، ياخد 1 2 مع بيرسي تاو، سواء هو كانت يعني الجبهه بتاعته او هو وواحد زي امام عاشور في الناحيه اليمين مع وسط الملعب والجناح الواحد زي بيرستو اللي طول عمرنا عارفين يعني اللي هو المثلث بيبقى باك شمال، الباك والوسط الملعب والجناح. الحاجه اللي تحرق قدامه برضو ان مثلا على الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه او على الناحيه حتى وسط الملعب اخطاء، ان هي تتنقد الاخطاء دياتي في الدفاع. ان مثلا انت فاز جاب هدف التقدم في الدقيقه 87 ومش قادر تصمت 5 6 دقائق على بعضهم، وبيدخل فيك الهدف بطريقه ممكن ما يدخلش مثلا في فريق في الدرجه الثانيه. يعني انت فريق بتنافس على بطوله زي افريقيا مش قادر تحافظ على فوز. فهنا لازم يكون التعديل من داخل الملعب. وعمر ما كنت مثلا خدت بطوله او مثلا اديت بموسم سواء حلو فنيا على الشكل الجماعي او الشكل الفردي انك تبقى خلاص عملت كل حاجه. لا يا بابا، كل الفرق بيبقى في عندها اخطاء، ولكن في كل الفرق بتصلح اخطائها. انت كمدرب عينك جو بتبص على الملعب واقف على الخط عشان تشوف مين وحش مين مليح، الثغره هنا الثغره هنا. ولكن هو في الاخر برضه المباراه توجت بيرسي تاو بالهدف اللي جابه، لانه كان يستحق الهدف دهاتي على مجهود اللي عمله طول 90 دقيقه، سواء كان في الناحيه الدفاعيه لما كان بينزل لحد خط النص او حتى لحد ال 18 بيدافع وبيستلم الكوره من تحت، وحتى لما كان في الناحيه الهجوميه وهو بيهاجم. فده كان بالنسبه لي بيرسي تاو هو الوحيد اللي كان ممكن يستحق رأي المباراه، ومع ممكن بعض الشيء اللي هو اليو ديانج. انما ممكن اليو ديانج لما كنت شفته في الكوره الوحيده في بدايه الشوط الثاني اللي زاد فيها عمل زياده عاديه هي اخطر كوره للنادي الاهلي، باقي ما فيش.